كل سنة وانتم طيبين وبخير. ما ينفعش رمضان ويجي ويخلص علينا من غير ما نعمل الكنافة بالمانجا. يلا نعملها بطريقة سهلة قوي وتطلع طعمها معانا حكاية. الأول لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك. هنجيب نص كيلو كنافة نحطه في الفريزر ونطلعه نكسره بايدينا كده نخليه زي البودر زي ما انتم شايفين، ونحط عليه كوباية سمنة متسيحة وهنقلبها كويس قوي مع الكنافة، ونتأكد ان كل الكنافة بقى فيها سمنة عشان ميبقاش حتة لون وحتة لون. وعندنا طريقتين، يا اما ندخلها جوه الفرن ونسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي وحلو ونطلعها نقلبها تقليبه كده نكسرها تاني ونتاكد ان كلها واخده لون واحد، يا اما نعملها على البوتاجاز. انا عملتها على البوتاجاز. وفضلت اقلب فيها تقريبا ما خدتش معايا اكتر من ربع ساعه او 10 دقايق، مش اكتر من كده. اهم حاجه اوعوا تحطوا سكر عليها، لان السكر هيخليها تتحرق، لان احنا حاطين الكنافه على النار مباشره. فهيخلي الكنافه تاخد معانا لون، مش لون ذهبي، ياخد لون محروق كده شويه. فما نحطش عليها سكر خالص وهي بنقلبها، هو سمنه وبس، السمنه تديها اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تاخد اللون الحلو ده هنطفي عليها خلاص بقى وهنشيلها من على البوتاجاز. وهي لسه سخنه هحط عليها 3 4 معالق سكر بودر وهنقلبها مع بعض. انا ما حطيتش شربات لان الكنافه بتاخد شربات تقيل، ولو حطينا عليها الشربات التقيل وهي مفتفتينها كده هتمسك مع بعضها قوي وهتبقى ناشفه وتبقى واخده شكل القطع. مش انا عايزاها تبقى مفتفتة كده، مش عايزاها تبقى قطعة واحدة. فحطيتها كده في الطاجن البايركس، او ممكن تحطوها في كاسات وتعملوا كل واحد كاس لوحده زي ما تحبوا. دي مانجا كنت مفرزاها في الفريزر قطع كده، حطيتها على الوش. وكوباية عصير مانجا تقيل صغيرة، عصير مانجا تقيل متحلي بالسكر حطيناه برضو على الوش بتاع المانجا عشان يدي الكنافة من تحت طعم المانجا، الصوص بتاع المانجا. وهنزينها بقى من على الوش بكريم شانتيه، التزيين اللي انتوا تحبوه كل واحد وذوقه. ده شكلها بقى بعد ما اتعملت، شكلها بجد حلو قوي وكمان طعمها كان بجد احلى. لو مجربتهاش بالطريقه دي فايتكم كتير، لازم تجربوها تقولي رايكم فيها ايه. ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لي لايك، ولو ما اشتركتوش لسه في القناه اشتركوا، وبالهنا والشفا.